السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلبة اعدادي اهلا بكم. معكم مستر احمد دسوقي، مدرس مادة دراسات اجتماعية المرحلة الاعدادية والتاريخ للثانوية العامة. المرة اللي فاتت شرحنا الدرس الثاني اللي هو مظاهر سطح افريقيا. لو انت ما اتفرجتش عليه لازم تتفرج عليه، هسيب لك تحت في الديسكربشن، ولاي حد عنده اي استفسار هسيب لك جروب التليجرام وجروب الواتساب. النهارده بقى موعدنا مع الدرس الثالث اللي هو نهر النيل والحضارات في افريقيا. فزي ما اتعودنا مع بعض، شاي جميل، قهوتك اللذيذه، نسكافيه جميل، ايا كان تحب تشربه، وتركز في كل كلمه بنقولها وتركز على الافكار اللي ناكد عليها من خلال الشرح، وباذن الله الدراسات هتكون في امان لسنين قدام. بس اوعى تنسى كلام، مش عايزين نطول المقدمه اكتر من كده، يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، بسم الله الرحمن الرحيم، اياك نعبد واياك نستعين، صلى بينا على النبي ويلا بينا. طيب الدرس بتاعنا بيتكلم عن نهر النيل والحضارات في افريقيا. نهر النيل والحضارات في افريقيا، احنا هنتكلم الاول على نهر النيل وبعد كده نتكلم على الحضارات في افريقيا. طيب واحده واحده كده معايا وصلي بينا على النبي. لا وحد الله لا اله الا الله. طيب في الاول كده، هو نهر النيل موجود فين؟ هو دي محتاج سؤال يا مستر. موجود في مصر، ده اللي انت تعرفه. امال موجود فين؟ موجود في 11 دوله. ايه 11 دوله يا مستر؟ اه والله، ده كده ده على كده كبير بقى، ده كبير قوي كمان. ده بيقول لك ان نهر النيل ده اطول انهار العالم، اطول انهار العالم، اطول انهار العالم. يبقى نهر النيل اطول انهار العالم، موجود في 11 دوله. طيب بيقول لك بقى المنابع بتاعته، يعني بيجي منين المصدر بتاعه من تحت. موجود فين؟ موجود في بحيره فيكتوريا اللي هي في وسط افريقيا، وموجود في هضبة الحبشة اللي هو هضبة الحبشة اللي هي الهضبة الأثيوبية، موجودة في شرق أفريقيا. دي منابع نهر النيل وهنعرفهم كمان شوية. طيب موجود في 11 دولة لحد ما المصب بتاعه اللي هو البحر المتوسط، البحر المتوسط. يبقى نهر النيل المنابع بتاعته اللي هو بحيرة فيكتوريا وهضبة الحبشة، موجود في 11 دولة، وهو أطول أنهار العالم، أطول أنهار العالم، مصبه في البحر المتوسط. طيب تعالى بقى مع بعض كده نعرف ايه هي منابع نهر النيل. مستر بيقول لك ان نهر النيل هو نهر دولي. يعني ايه اصلا نهر دولي؟ النهر الدولي ده هو بيقول لك النهر اللي بيمشي في اكتر من دوله. يعني النهر اللي بيمشي في اكتر من دوله بنسميه نهر دولي. يعني نهر النيل ده موجود في 11 دوله، يبقى اسمه نهر دولي. طيب خلي بالك بقى من نهر المحلي، هو نهر بيمشي في دوله واحده بس، اللي هو مثلا زي دجله والفرات في العراق. نهر دجله ونهر الفرات موجودين في العراق بس، فده اسمهم نهر محلي. اما نهر النيل مثلا موجود في 11 دوله، فبنسميه نهر دولي. يبقى النهر الدولي هو اللي بيمشي في اكتر من دوله. فبيقول لك نهر النيل نهر دولي ليه؟ مركز لامتداد مجراه ورافده داخل اراضي 11 دوله، موجود في 11 دوله. طيب ايه هم بقى ال 11 دوله دول؟ بنسميهم حوض نهر النيل. بنسميهم ايه؟ حوض نهر النيل. الحوض ده اللي هو المساحة اللي بيجري فيها نهر النيل وروافده. يعني الحوض نهر النيل بيقول لك كل الأراضي اللي بيمشي فيها نهر النيل بنسميها حوض نهر النيل. وقلنا موجود في كام دولة؟ 11 دولة. طيب ايه هم بقى؟ بص كده معايا، موجود فين؟ 11 دولة. ايه هم بقى ال 11 دولة دول؟ مصر والسودان وجنوب السودان، اريتريا كمان، اثيوبيا، كينيا، اوغندا ورواندا، بوروندي وتنزانيا الكونغو الديمقراطيه. تاني مصر والسودان وجنوب السودان، اريتريا كمان، اثيوبيا، كينيا، اوغندا ورواندا، بوروندي وتنزانيا والكونغو الديمقراطيه. يبقى موجود فين؟ في 11 دوله. موجود في كام دوله؟ 11 دوله. طيب بيمثل كام في المية؟ 10%. خلي بالك من مساحه قاره افريقيا، من مساحه قاره افريقيا. يبقى خلي بالك احنا قلنا ان قاره افريقيا بتمثل بالنسبه لقارات العالم 20%. دي بالنسبه لايه؟ لقاره افريقيا بالنسبه للعالم، بالنسبه لليابس. طيب وقلنا النسبه الثانيه 10% اللي هو حوض نهر النيل بالنسبه لقاره افريقيا، بالنسبه لقاره افريقيا. خلي بالك من النقطه دي، مهمه جدا جدا جدا. طيب بنسمي بقى الحوض ده بالاندوجو. بالايه؟ بالاندوجو. ايه ده الاندوجو دي يا مستر؟ دي شتيمه دي ولا ايه؟ لا يلا افهم. بيقول لك الاندوجو دي هي كلمه باللغه السواحليه. اللغه السواحليه دي اللي هي لغه شرق قاره افريقيا، اللي هو زي اوغندا، رواندا، كينيا، الدول دي يعني. طيب معناها بقى باللغه العربيه معناها اخاء. هو انا يا مستر فهمت يعني ايه اندوجو يا عم؟ افهم يعني ايه اخاء؟
بالبلدي كده او بالمصري معناها رابطه، معناها اسره مع بعضينا. اسره ايه؟ اسره حلوه مع بعضينا. فهو بيقول لك كده معناها ان الدول دي اسره حلوه مع بعضينا. اسره ايه؟ اسره واحده. شايفك اللي بتقول واحده مع بعضينا. طيب يبقى الاندوجو دي هي كلمه باللغه السواحليه معناها الاخاء، يعني رابطه واحده، يعني كلنا اسره مع بعضينا. طيب مين اللي فكر اللي هو انشائها؟ اكيد طبعا مصر. مصر هي صاحبه فكره انشاء هذا التجمع. سنه كام؟ سنه 1983. 1983 بعد حرب اكتوبر ب10 سنين. طيب يبقى تاني الاندوجو معناها اخاء باللغه العربيه، يعني اسره مع بعضينا. سامعك بتقول ايه؟ اسره حلوه مع بعضينا. طيب اتعمل سنه كام؟ سنه 1983، وكانت مصر هي اللي فكرت في انشاء التجمع ده. مستر هي ليه اصلا مصر هتعمل حاجه زي كده؟ قال لك والله لان الاندوجو ده هيساعد مصر اللي هي تعمل ايه؟ تشاور الدول مع بعضيها، تعمل تنسيق وتعاون مع الدول اللي جنبها. اصل انا عايزك اقول لك حاجه، عشان ما تجيش دوله تيجي تقول لك لا انا هعمل سد، انا عايز كهرباء فهعمل سد وهمنع عندك الميه، فلازم يكون في ايه؟ يكون في تعاون مع بعضيها. طيب فما يجي يقول لك ليه مصر فكرت في انشاء الاندوجو، هتقول له لانه يهدف الى التشاور والتنسيق ودعم التعاون مع دول الحوض. ادي اول نقطه. تاني حاجه عشان نحافظ على المصالح المشتركه. اصل انا عايز اقول لك انا مثلا محتاج كهرباء، دوله زي اثيوبيا محتاجه الكهرباء، تمام؟ فهعمل سد، بس خلي بالك اللي السد ده ما يمنعش عني الميه، ده اللي يهمني. يبقى لازم يكون في ايه؟ مصالح مشتركه، لازم يكون ايه؟ مصالح مشتركه. يبقى مصر فكرت ان هي تعمل الاندوجو عشان ده بيهدف الى التعاون والتنسيق ودعم التعاون فيما بينهم. تاني حاجه عشان نحافظ على المصالح المشتركه بين دول الحوض. طيب صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. حته الله لا اله الا الله. طلع لك واحد اسمه جمال حمدان. جمال حمدان ده عالم جغرافي مصري، عالم جغرافي مصري. قال لك ان نهر النيل ده ثنائي المنبع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ليه منبعين، وده ادى الى ان وصوله لمصر، يعني المنبعين دول كان سبب ان هو يوصل الى مصر، اللي هو بيصب في البحر المتوسط. بيصب فين؟ في البحر المتوسط. طيب ايه هم بقى المنابع دي؟ تعالى كده واحده واحده كده معايا وصلي بينا على النبي. طيب اولا المنابع الدائمه، وفي عندي منابع تانية اسمها منابع موسميه. اولا المنابع الدائمه. ايه هي المنابع الدائمه دي يا مستر؟ بيقول لك ان المنابع الدائمه دي بتقع في هضبه اسمها هضبه البحيرات الاستوائيه. هضبه ايه؟ البحيرات الاستوائيه. لو انت فاكر في الدرس اللي فات احنا خدنا هضبه البحيرات الاستوائيه دي وقلنا انها المنبع الدائم لنهر النيل، المنبع الدائم لنهر النيل، وقلنا اللي امطارها غزيره جدا طول العام فتتدفق طولها طوال العام، الميه بتاعتها على طول بتنزل طوال العام. يبقى المنابع الدائمه موجوده في هضبه البحيرات الاستوائيه. هضبه البحيرات الاستوائيه امطارها كتير وبتنزل طوال العام، عشان كده بنسميها المنابع الدائمه. المنابع الدائمه. وعلى الرغم من كده ان الميه اللي بتوصل بمصر كميات قليله جدا جدا جدا. طب ليه؟ مركز. بسبب المستنقعات وزياده التبخر. المستنقعات دي يا مستر، المستنقعات دي عباره عن اراضي بتعرقل وصول الميه للنهر. طيب وزياده تبخر الهضبه دي موجوده في وسط افريقيا اللي هو عند خط الاستواء. فالشمس عموديه على خط الاستواء، فالشمس على طول 24 ساعه موجوده هناك، فالدنيا حر جدا جدا جدا، فده بيؤدي الى ايه؟ زياده التبخر او زياده البخر او التبخر. طيب يبقى تاني قلنا المنابع الدائمه موجوده في هضبه البحيرات الاستوائيه، امطارها كتير وامطارها تتدفق طوال العام، عشان كده بنسميها منابع دائمه. وعلى الرغم من كده الا ان الكميات اللي بتوصل لمصر قليله جدا جدا جدا. بسبب ايه؟ بسبب المستنقعات وزياده التبخر. طيب بيقول لك بقى ان الهضبه دي موجود فيها بحيرات. موجود فيها ايه؟ بحيرات زي بحيره فيكتوريا. بحيره ايه؟ فيكتوريا. ادي بحيره فيكتوريا دي، بيقول لك بحيره فيكتوريا دي تاني اكبر بحيره عذبه في العالم. يبقى تاني بحيره فيكتوريا هي تاني اكبر بحيره عذبه في العالم. ادي اول حاجه. طيب تاني حاجه بيصب في الغرب منها نهر اسمه نهر كاشيرا. نهر ايه؟ نهر كاشيرا. وده من اهم مصادر مياه بحيره فيكتوريا. يعني اللي بيمد الميه بتاعت بحيره فيكتوريا ده نهر اسمه نهر كاشيرا. ادي نهر
ادي بحيره فيكتوريا، عايزين نجيبها نهر كاجيرا من الخريطه. ادي بحيره فيكتوريا وادي نهر كاجيرا موجود في الغرب. يبقى تاني المنابع الدائمه، قلنا المنابع الدائمه دي موجوده في هضبه البحيرات الاستوائيه. هضبه البحيرات الاستوائيه امطارها كتير، امطارها غزيره طول العام، عشان كده بنسميها منابع دائمه. وعلى الرغم من كده الا ان الميه اللي بتوصل لمصر قليله جدا 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 بسبب المستنقعات وزياده التبخر. طيب بتضم الهضبه دي مجموعه من البحيرات، اكبرها او اهمها بحيره فيكتوريا، هي تاني اكبر البحيرات العذبه في العالم، بيصب فيها في الغرب منها نهر اسمه نهر كاجيرا. نهر ايه؟ نهر كاجيرا موجود هنا كده بالظبط. نهر كاجيرا ده بيقول لك من اهم المصادر بتاع بحيره فيكتوريا. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ للمنابع الدائمه. تعال نتكلم على المنابع الموسميه. وخلي بالك احنا قلنا المنابع الموسميه دي اللي هي موجوده في فصل الصيف. بيقول لك اول حاجه موجوده فين؟ موجوده في هضبه الحبشه اللي هي الهضبه الاثيوبيه. وخلي بالك لو انت فاكر في الدرس الثاني احنا قلنا الهضبه الحبشه دي هي اعلى هضاب القاره، اعلى هضاب القاره اللي هي الهضبه الحبشه اللي هي موجوده فين؟ في اثيوبيا. طيب بيقول لك ان امطارها تتميز بانها موسميه في فصل الصيف وامطارها كتير غزيره. طيب بتضم مجموعه من الروافد زي ايه؟ قال لك والله زي نهر الصباط. بص كده معايا، ادي هضبه الحبشه ماشي. نهر الصباط اهو بيمشي، او اهم روافد هضبه الحبشه نهر الصباط. بس قال لك انا مش هاجي لوحدي، انا هاجي مع اخويا ابو جبل اللي هو بحر الجبل. وهم جايين مع بعض مشيوا مع بعض فادى الى تقويه مياه نهر النيل، تقويه مياه نهر النيل. بص كده معايا، قال لك نهر الصباط بيلتقي باخوه ابو جبل بحر الجبل، فبيمد مياه نهر النيل بالقوه. هتلاقيهم ماشيين بالقوه عشان يجذبوا نهر النيل بالقوه. طيب عندك رافد تانية اللي هو النيل الازرق، اخواته بقى الاثنين النيل الازرق ونهر عباره. لو بصينا كده على الخريطه هنلاقي ادي نهر الصباط، قال لك انا همشي مع اخويا ابو جبل وهيلتقوا مع بعض عشان يعملوه بالقوه. طيب هتلاقيه ماشي، ما هو ماشيين مع بعض قبل اخواتهم الاثنين، ادي النيل الازرق وادي نهر عباره، عشان يوصلوا لايه؟ لمصر اللي هو عند المصب اللي هو البحر المتوسط. البحر المتوسط. يبقى هضبة الحبشة الرافد بتاعتها عندك نهر الصباط بيلتقي مع اخوه نهر ابو جبل اللي هو بحر الجبل عشان يزيدوا نهر النيل القوه. وهم طالعين مع بعض بيقابلوا اخواتهم الاثنين اللي هو النيل الازرق ونهر عباره عشان يوصلوا الى المصب عند البحر المتوسط. وخلي بالك احنا قلنا النيل الازرق مش النيل الابيض. لو انت فاكر النيل الابيض ده اللي اكتشفه محمد علي، اما قلنا ابيض على الابيض اكتشف النيل الابيض، ابيض على الابيض اكتشف النيل الابيض. بس نهر النيل الازرق ده بتاع هضبه الحبشه اللي هو احد روافد هضبه الحبشه. طيب يبقى تاني المنابع الموسميه قلنا هي اول حاجه بتقع فين؟ بتقع في هضبه الحبشه الهضبه الاثيوبيه. وخلي بالك احنا قلنا هي اعلى هضاب القاره، امطارها موسميه اللي هي بتيجي في فصل الصيف، غزيره، بتضم مجموعه من الروافد زي ايه؟ نهر الصباط بيجي مع اخوه ابو جبل عشان اللي هو بحر الجبل عشان يزيدوا مياه نهر النيل قوه. طيب عندك انهار تانية زي النيل الازرق ونهر عباره، وهم بيلتقوا مع بعض. نهر الصباط بيجي مع بحر الجبل، بيمشوا لفوق بيقابلوا اخواتهم الاثنين النيل الازرق ونهر عباره عشان يوصلوا مع بعض لحوض النيل او المصب عند البحر المتوسط. طيب كده اتكلمنا عن المنابع الدائمه اللي هي البحيرات الاستوائيه، واتكلمنا عن المنابع الموسميه اللي هي عند هضبه الحبشه. طيب تعالى بقى نتكلم مع بعض على جزئيه مهمه جدا، وهي بتقول لك ايه؟ دور مصر في تحقيق التنميه المستدامه المائيه لحوض النيل. ازاي بقى الكلام ده؟ بص كده، بيقول لك مصر من زمان جدا 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 وهي بتسعى انها تحقق التنميه وتستثمر الموارد المائيه لنهر النيل عشان تحقق او تحافظ على البيئه، وده هيراعي حقوق الاجيال القادمه عشان نحقق حاجه اسمها مبادئ الاقتصاد الاخضر. مبادئ ايه؟ الاقتصاد الاخضر. مستر مش فاهم ايه الكلام المجعلص ده؟ بص كده معايا، بيقول لك ان مصر من زمان جدا وهي بتسعى ان هي عايزه تحافظ او تستثمر مياه نهر النيل
عشان تعمل حاجه اسمها، او عشان تحافظ على حقوق الاجيال الجايه، وعشان تحقق مبادئ الاقتصاد الاخضر. مستر، هو مش كان الاقتصاد الازرق كان المره اللي فاتت؟ يلا لا، بص، الاقتصاد الازرق ده بتاع الموارد المائيه، الميه لونها ازرق فبنسميه اقتصاد ازرق. ده بيقول لك ايه؟ اللي هي استثمار الموارد المائيه بشكل مستدام، اللي هي البحار والمحيطات، عشان نحقق التنميه المستدامه. ده كده الايه؟ ده بتاع البحار والمحيطات. اما الاقتصاد الاخضر، الاقتصاد الاخضر ده انتمي البيئه، صديق البيئه، فبنسمي الاقتصاد الاخضر ده هو الاقتصاد الصديق للبيئه. بيعمل ايه يا مستر، او هدفه ايه؟ بيهدف الى نمو، تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بس بشرط اللي احنا نحافظ على البيئه ونحقق العداله الاجتماعيه. ولما نحقق العداله الاجتماعيه هنقضي على الفقر وعلى البطاله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باختصار برضو بيقول لك الاقتصاد الاخضر ده هو اقتصاد هو صاحب البيئه، لانه هو بيدعو الى اللي هو يستثمر، او يستثمر في ايه؟ في مياه نهر النيل، في مياه الانهار عموما. طيب عشان نحقق نمو اقتصادي، عشان ونحافظ على البيئه، فبالتالي هنحقق العداله الاجتماعيه. بس عايز اقول لك اللي مياه نهر النيل دي الحقوق الاجيال دي، لازم نحافظ على حقوق الاجيال اللي جايه، وبالتالي هنقضي على، او هنحقق العداله الاجتماعيه، فهنقضي على الفقر وعلى البطاله. طيب تعال نعرف بقى ايه هو دور مصر مع دول حوض نهر النيل. طيب اول حاجه عملتها معايا بتقول لك مصر انشأت خزان سنار على النيل الازرق للسودان. مصر عملت خزان اسمه خزان سنار، موجود فين؟ في دولة السودان. طيب اول حاجة بيقول لك اللي مصر عملت خزان اسمه خزان سنار، موجود على النيل الازرق في السودان. يبقى اول حاجة مصر عملتها لحوض نهر النيل، اول حاجة بيقول لك خزان سنار في السودان، خزان سنار في السودان. طيب بيقول لك ايه تاني؟ مش بس كده، قال لك والله دفع تكاليف انشاء خزان جبل الاولياء في السودان برضو، عشان نولد الطاقة الكهربائية. مستر ازاي هيولدوا الطاقة الكهربائية من خلال السد؟ عايز اقول لك ان هو بيعملوا السدود اصلا عشان يولدوا الطاقة الكهربائية. ازاي؟ المية بتيجي كتير فبيعملوا سد، من خلال السد ده بيبدأ يشتغل عشان ويولد طاقة اسمها الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية. يبقى مصر عملت في السودان حاجتين، أول حاجة خزان سنار في السودان، ودفع تكاليف إنشاء خزان اسمه جبل الأولياء في السودان برضو، عشان يمولوا الطاقة الكهربائية. طيب مش بس كده، قال لك والله ده عملت سد أوين في دولة أوغندا، يبقى عملت سد تاني اسمه سد أوين بأوغندا. طيب مش بس كده، قال لك والله مصر بتضحي وعملت عشرات الآبار في دولة كينيا، وبرضو عملت مركز البحوث المائية في دولة تنزانيا. يبقى هي عملت حفرت آبار في كينيا ومركز البحوث في تنزانيا، وبرضو طهرت بحيرة فيكتوريا وكيوجا، ودي طهرتها من الحشائش والنباتات. مستر انا تهت، انا مش عارف اعمل اي حاجه. بص كده، تعال نقولهم مع نغمه بسيطه كده عشان نعرف نحفظها. بنقول ايه بقى؟ مصر عملت ايه؟ خزان سنار في السودان، خزان سنار في السودان، حفر الآبار في كينيا، مركز بحوث تنزانيا، سد أوين أوغندا، فيكتوريا كويوجا تطهير حشائش نباتات، فيكتوريا كويوجا تطهير حشائش نباتات، دفعي تكاليف إنشاء خزان جبل الأولياء في السودان لتوليد الطاقة الكهربائية، تاني مصر عملت ايه؟ اما يجي يقول لك مصر، او دلل ان مصر عملت مشاريع كتير في دولة افريقيا او في حوض نهر النيل، هتقول له ايه؟ مصر عملت ايه؟ خزان سنار في السودان، حفر الآبار في كينيا، مركز بحوث تنزانيا، سد أوين أوغندا، فيكتوريا كويوجا تطهير حشائش نباتات، دفعي تكاليف إنشاء خزان جبل أولياء في السودان لتوليد الطاقة الكهربائية. قولها كده معايا، عايزك في حماس تاني مع بعض. بص بيقول لك ايه؟ خزان سنار في السودان، حفر الآبار في كينيا، مركز بحوث تنزانيا، سد أوين أوغندا، فيكتوريا كويوجا تطهير حشائش نباتات، دفعي تكاليف إنشاء خزان جبل أولياء في السودان لتوليد الطاقة الكهربائية، تعال نقولهم كده على الخريطة.
يلا مع بعض بص كده معايا. خزان سنار في السودان، حفر الآبار في كينيا، مركز بيحوث تنزانيا، سد أوين أوغندا، فيكتوريا، كويوجا، تطهير حشائش نباتات، دفعية تكاليف إنشاء خزان جبل أولياء في السودان لتوليد الطاقة الكهربائية، لتوليد الطاقة الكهربائية، لتوليد الطاقة الكهربائية. طيب ده كده دور مصر، اللي هي مصر عملت ايه او عملت مشاريع لحوض نهر النيل. طيب تعال نتكلم بقى على الاتفاقيات الدوليه والاقليميه للمياه الدوليه. عايز اقول لك على حاجه، ان لما يكون حاجه مشتركه ما بين ناس كتير لازم يكون في اتفاقيات. ازاي الكلام ده؟ تخيل كده معايا، انت دلوقتي في اولى اعدادي ماشي، الظروف بتاعت بابا وماما مش قد كده، جابوا لك انت واخواتك تليفون واحد. هسألك سؤال، لو بابا ما قالكش كل واحد فيها هيمسكوا ايام ايه او هيمسكوا قد ايه بالظبط، هيحصل ايه؟ هتلاقي كل يوم انتوا الاثنين او انتوا كلكم بتدبوا في بعض. ليه؟ لان بابا ما قالكوش كل واحد هيمسكوا في ايه. لازم يقعد مع بعض كده ونعمل، هنقعد مع بعض هنعمل اتفاق ان محمد هياخده يوم السبت، اشرف هياخده يوم الاثنين، اسامه هياخده يوم الجمعه، هكذا بنقسم مع بعض وبنعمل اتفاقيه مع بعض عشان ما حدش يتخانق، صح؟ ده لو ايه؟ لو حاجه واحده مشتركه في حاجات كتير. طيب نهر النيل او النهر الدولي عموما لازم برضك يعملوا اتفاقيات مع الدول كلها عشان ما يحصلش فيه خلافات. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الدول المشتركه في نهر واحد بتعمل اتفاقيات عشان تنظم استخدام مياه النهر. كلام جميل. طيب الامم المتحده بقى اللي هي مسؤوله عن الدول كلها عملت لك قانون بينظم استخدام المجاري المائيه للاغراض الغير ملاحيه. طيب القرار ده بيقول لك ايه او بينص على ايه او بيهدف لايه؟ بينظم المياه بتاعت الانهار وعشان ينميها وادارتها وحمايتها، وكمان تعمل على الانتفاع الامثل والمستدام للاجيال الحاليه والمقبله. يعني ايه الكلام ده؟ هنعمل اتفاقات مع بعض عشان نستخدمها بشكل منصف، كل واحد فينا يستخدمها زي بعض بالظبط، وكمان عشان نحقق الانتفاع الامثل عشان نستخدمها بشكل مثالي ونحقق الاستدامه للاجيال الحاليه والمقبله، ان الاجيال اللي دلوقتي تستفاد منها والاجيال فيما بعد برضك تستفاد منها، عشان برضك ما يطلعليش دوله سين تعمل لك سد فتمنع عني الميه، لا، فاحنا هنعمل اتفاقيات مع بعض عشان ما يحصلش اي مشاكل. طيب بيقول لك مصر عملت اتفاقيات عشان تنظم مياه نهر النيل. اتفاقيه سنه 1929 واتفاقيه سنه 2015. طيب اتفاقيه 29 دي بتقول لك ايه؟ بيقول لك نصت على الالتزام. نصت على ايه؟ على التزام دول نهر النيل بعدم القيام باي مشروعات على نهر النيل بغير انها تتفق مع مصر. يبقى مصر عملت سنة 1929 قال لك ان اي دولة عايزة تعمل مشاريع في نهر النيل لازم تستأذن او لازم تعمل اتفاق مع مصر. يعني ما ينفعش اي حد يعمل مشاريع الا لما يرجع لمصر الاول. دي اتفاقية ايه؟ 29. يبقى اتفاقية 29 قال لك التزام دول نهر النيل بعدم القيام باي مشروعات على نهر النيل من غير اتفاق مع مصر. يبقى 29 الالتزام مع دول نهر النيل بعدم القيام باي مشروعات على نهر النيل بغير اتفاق مع مصر. دي اتفاقيه ايه؟ 29. طيب تعال بقى نتكلم على اتفاقيه 2015. 2015 دي اخرها 5، فهي نصت على 5 حاجات: التعاون والتنمية والاستخدام المنصف والمناسب لنهر النيل وعدم التسبب في ضرر. يبقى 5 حاجات اتفقت عليهم 3 دول. ايه هما؟ مصر، اثيوبيا، السودان. مصر واثيوبيا والسودان اتفقوا على 5 مبادئ سنة 2015. ايه هما بقى ال5 مبادئ دول؟ التعاون والتنمية، الاستخدام المنصف والمناسب لمياه نهر النيل وعدم التسبب في ضرر. مصر والسودان واثيوبيا اتجمعوا مع بعض سنه 2015 قالوا لك احنا هنعمل معاهده فيها 5 حاجات. اول حاجه احنا هنتعاون مع بعض، هنعمل تنميه مع بعض، هنستخدم نهر النيل استخدام منصف والمناسب، لازم يكون مناسب لمياه النهر وعدم التسبب في ضرر. فما ينفعش دوله زي دوله اثيوبيا المره الثالثه بنقولها ما ينفعش تعمل سد وتمنع عن الميه، ده خارق لاتفاقيه سنه كام؟ 2015.
يبقى تاني الاتفاقيات، قال لك مصر عملت اتفاقيتين، اتفاقيه سنه 29 واتفاقيه سنه 2015. 29 بتقول لك ايه؟ الالتزام مع دول نهر النيل بعدم القيام باي مشروعات على نهر النيل من غير اتفاق مع مصر، من غير اتفاق مع مصر. اما اتفاقيه 2015 ثلاث دول اتفقوا على 5 حاجات، 3 دول اتفقوا على 5 حاجات. مصر اثيوبيا السودان اتفقوا على 5 حاجات، ايه هم؟ التعاون والتنميه والاستخدام المنصف والمناسب لمياه نهر النيل وعدم التسبب في ضرر، عدم التسبب ايه؟ في ضرر. طيب بس كده وكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. اتمنى نكون كنت مركز معايا، ركز في كل كلمه بنقولها وتركز على الافكار اللي احنا بناكد عليها، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله الدراسات هتكون في امان لسنين قدام. بس اوعى تنسى الكلام. سلام.